الفلوس الا كانت كثيره عند مولاها كتكون سيف ذو حدين. كاين الناس اللي الفلوس الكثيره كتكون عندهم نعمه، وكاين اللي كتكون عليهم نقمه، وبعض المرات كتكون هي سبب مفارقتهم الحياه كاع. لهذا نسال الله السلامه. قبل ما نبداو قضيتنا الناس زوينين، كنسلم عليكم ضروري ونرحب بكم من القلب، وكنتمنى ما تبخلوش على بنتكم واختكم بلايكاتكم بالبارطاج، وتخليوا لي الكلام الزوين ديالكم في التعاليق. نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. وبعد قبل ما نبداو، ما عرفتش واش الصوت ديالي غيجيكم غير، خصكم ضاربها شويه البرد، لهذا قبلوا على صوتي، الله يكبر بكم. قضيتنا اليوم غتكون مع واحد العائله اللي لاباس عليها، عندها الديور، المحلات التجاريه، الاراضي وشلا حوايج، مكونه من اب وام وجوج ديال الوليدات. الولد هو الكبير وسميتو ربيع، والبنت هي الثانيه واللي سميتها مروه. هنا الاب مرض مسكين، واحد المرضى اللي خايبه، ما خلاو به لا طبيب داخل المغرب ولا خارج المغرب، ولكن كلمه الله فوق الجميع، ومول الامانه دا امانته. بقات الام واللي سميتها ناديه ارمله مع جوج ديال الوليدات. مرت الايام ودوك الوليدات كبروا، ربيع ولا هو اللي مكلف بالمشاريع ديال باه المرحوم وكيجيري كلشي. من بعد تعرف على واحد البنت وتزوجوا، وخدا ليه شقه من دوك الشقق اللي عندهم وسكن فيها، يعني ما سكنش مع امو في حي وهو في حي اخر. اختو مروه حتى هي تزوجات، تعرفت على واحد ولد الناس وخداها حتى هو لاباس عليه، غير هي بعدات واحد شي شويه، يعني سكنات في مدينه بعيده على المدينه اللي فيها دارهم. الام ناديه ولات بوحدها، ولات حتى هي مكلفه بالجميع ديال الكراوات اللي خلى راجلها، كدور على دوك الحوانات، المحلات، الديور، وعلى الناس اللي كيكريو ليهم الاراضي، كتجمع الفلوس ديال الكرا في اخر الشهر. ناديه بالطوموبيلتها اللي ورثتها من راجلها، هي باش كتخرج كتقضي مصالحها، كذلك بالمساعده ديالها، واخا بقات غير بوحدها عندها المساعده. وهاد المساعده راه ماشي جديده، راه قديمه معاهم ملي كان ربيع ومروه باقيين صغار، يعني كتثق فيها وكتعرفها مزيان. وحتى هاد المساعده مسكينه مزوجه وبوليداتها كتخدم عليهم حلالا طيبا. وبما انها قديمه معاهم وتايقين فيها، كانت ناديه عطيها الساروت، كتقول لها خليه معاك احتياط، راه الا كنت انا ودقيتي عليا غنحليك، ربما كنت خارجه ولا شي حاجه، حلي راسك ودخلي وبداي تقضي شغالك. واحد النهار من ايامات الله، جات المساعده كيف العاده مع 8 ديال الصباح، دقات وعاود دقات والو، جبدات الساروت حلات به، يعني هذا هو المتداول، ماشي اول مره غادي تحل الساروت راسها بالساروت. المهم دخلات عادي غتبدل حوايجها باش تبدا خدمتها، وهي دايزه من حدا الصالون كتشوف اللي ما كانتش متوقعه تشوفه، صدمه. كتشوف ناديه ملوحه في الارض، ومول الامانه دا امانته، لان دمها ما خلى حتى شي بلاصه. ناديه مصفينها ليها من الوريد الى الوريد، بقات كتغوت ربي اللي خلقها، خرجت على برا كتغوت عتقوني. تجمعوا عليها عباد الله، مالكي ما مالكي، كتقول لهم مصفيينها ليها. كيقولوا لها شكون هي؟ كتقول لهم لا ناديه. دخلوا الناس كيتجراو لداخل، شافوا داك المنظر وهما يتصلوا بالبوليس اللي جاو على الفور. دخلوا كذلك حتى هما كيلقاو فعلا السيده ناديه بديك الحاله اللي وصفت لكم. وكمعاينه اوليه الجثه والمكان، كيبان لهم ان ناديه مطعونه 3 ديال الطعنات في الجسم ديالها، والمكان هو مسرح الجريمه، يعني في داك الصالون. كذلك لاحظوا ان الماكله محطوطه في واحد الطبله، ناديه كانت كتعشى، وكذلك لاحظوا ان الطبله محطوط فيها واحد القرعه ديال العصير، وكاينين فيها 2 كيسان، باين ان ناديه ما كانتش بوحدها، كان معاها زايد. رجعوا بحثوا مع المساعده، سولوها واش ملي جيتي الصباح لقيتي الباب مسدود ولا محلول؟ قالت لهم لا سيدي كان مسدود، انا اللي حليته بالساروت. الساروت؟ على انت عندك الدوبل ديال الساروت؟ قالت لهم عندي ومن زمان سيدي، عطيه ليا لاله ناديه باش ملي نجي الصباح ندخل، ولا ربما هي ما كانتش ندخل به. وكيفاش الساروت عندك من زمان؟ على انت شحال وانت خدامه عندها؟ قالت لهم هذه سنين سيدي، راه تقريبا 16 عام دابا.
قالوا لها ايوا مزيان، اذا انتي غادي تكوني عارفه شلا حوايج. اذا قولي لينا هاد السيده ناديه واش ما عندها عائله، عايشه غير بوحدها، شنو؟ قالت لهم لا سيدي، عندها وليداتها وراجلها راه مات، عندها واحد الولد راه مزوج وساكن غير في الحي الاخر، يعني ما بعيدش علينا بزاف، وعندها بنت مزوجه بالحق ساكنه في مدينه اخرى. قالوا عيطوا لينا على هاد الولاد يجيو. وفي هاد الاثناء البوليس بداو كيجيبوا دوره في الدار. لاحظوا وكيبان ليهم ان التهمه ديال السرقه ما كايناش نهائيا. علاش؟ لان اولا الباب ما كانتش مهرسه، مول الفعله دخل وخرج من الباب وما كاينش اثر ديال الاقتحام. زائد انه ملي قلبوا الماريو اللي في البيت ديال الضحيه لقاو الذهب ديالها باقي في بلاصتو، بالاضافه المبلغ ديال 2 مليون في بلاصتهم كذلك ما كاين لا اثر ديال التقلاب ولا مجوره محلولين ولا حتى شي روينه ديال التقلاب ولا والو. اذا كاستنتاج اولي ان الجريمه ليست بدافع السرقه، بل ربما تكون تصفيه حسابات ولا انتقام. جا الولد ديالها دخل مسكين لقى مو في ديك الحاله، بقى كيغوت ربي اللي خلقه. خلاوه البوليس حتى يتكالما وتهدن ومشاو لعند المساعده. رجعوا كيسولوها، قالوا لها بغيناك تحكي لينا بالضبط شنو وقع ليله البارح ملي كنتي هنايا. قالت لهم انا سيدي جيت كيف العاده مع الصباح، بقيت كنقضي شغالي، وملي وصلت الوحده ديال الظهر جات لعندي لاله ناديه قالت لي صافي حبسي الخدمه وغير سيري في حالك، دابا انا راه غادا نمشي نقضي شي غراض، ويلا حقا يلا معايا في الطوموبيل ركبك، انا غادا نوصلك معايا في طريقي. صافي سيدي، انا لبست جلابتي وركبت معاها، وصلتني قدام داري وهبطت في حالي، وهي كملات مع الطريق. هادشي اللي وقع سيدي، حتى الغد لي عاد فاش جيت في الصباح ولقيتها في هاد الحاله. هنا جات عناصر التشخيص القضائي، هزوا البصمات وهزوا كذلك حتى دوك 2 كيسان القرعه، كاع دوك المواعن اللي كانوا تما محطوطين فوق الطابله باش يمشيو للمختبر. كذلك جات سياره الاسعاف، هزوا الجثه المستودع الاموات باش تعرض على الطبيب الشرعي. البوليس في انتظار تقرير الطب الشرعي يخرج مشاو كيبحثوا مع الجيران، يعني كروتين اعتيادي ديالهم. ساعه لقاو ان الدار ديال ناديه اولا الموقع فين ساكنه ناديه ماشي بحال الديور، مثلا دوك الديور العادي اللي كتعرفوا دار لاصقه حدا دار، لاصق دار حدا دار وهكذا. لا، لقاو ما بين دار ودار كاينه مسافه، يعني كاينه دار هنا ودار لهيه والاخرى لهيه، حتى وحده ما لاصقه مع وحده اخرى. فهمتوني كيفاش انا زوينين؟ مع ذلك دقوا على دوك الديور كيسولوهم كلهم بدار قالوا لهم واش ما سمعتوا شي صداع، ما سمعتوا البارح في الليل حتى شي غاوت، ما بانت لكم حتى شي حاجه ماشي هي هذيك؟ قالوا لهم كلهم بالاجماع لا، ما سمعنا والو وما شفنا والو. يعني البوليس ما خرجوا بحتى شي معلومه ولا فائده منهم. الدار سيدي تسدات بامر من النيابه العامه باش يبقى مسرح الجريمه نقي كما كنقولوا، باش يبقاو فين ما يبغيو شي حاجه يرجعوا ليه يفتشوه. المهم خرجوا من الدار، سدوها، داو معاهم المساعده وولد ناديه باش يكملوا معاهم البحث في انتظار البنت يعني مروه انها توصل، حيت باقا راه جايه وشاده الطريق. رجعوا هنايا سولوا ولدها ربيع، قالوا ليه عاود لينا على امك، شنو كتعرف عليها، شكون صحابها، شكون صحاباتها، مع من كتخرج وهادشي. قال لهم سيدي انا ما عارف على امي والو، انا تزوجت وسكنت بوحدي، ما كنتدخلش في الام ديالي، ما كنعرفها شنو كدير. حدي قابط مسؤوليه ديال الحوانت والمشاريع اللي خلابه، انا اللي مقابلهم وهي مكلفه بالكراواس ديال الديور. هنايا سولوا المساعده، قالوا لها شكون الناس اللي كتجي عندها، شكون اللي كيدخل عندها وشكون اللي كيخرج. المساعده طلعت ما عارفه والو، غير نفس الهضره اللي قالت لهم كتبقى تعاودها لهم. نفس الهضره، جيت الصباح ولقى شنو لقيتها وهذه نفس الهضره. سولوا على الساروت اللي عندها، قالوا لها واش عندك غير انتي ولا عند شي حد اخر؟ قالت لهم عندي غير انا بوحدي، وراه حتى راجلي راه ما عارفش باللي انا عندي الساروت ديال لاله ناديه. هنايا بنتها مروه وصلات، دخلت مسكينه عليهم وجات في واحد الحاله ما نعاودش لكم ان تتخيلوا الوضعيه كيف دايره. الله يحسن العوان، البنت كطيح على وقفتها وتولي تنوض وغير كتغوت ماما. خلاها حتى تهدنات وتكالمات، وما يسولوها عده اسئله لقاو كذلك نفس الشيء، البنت ما عارفه حتى شي حاجه باش تفيدهم في هذه القضيه. شكون قتل هاد السيده، مرا ولا راجل؟ شكون دخل وكان مع هذيك الليله؟ وعلاش صفاها ليها ملي ما كانش غيسرقها؟
هذه كلها اسئله باقي ما لقاوش ليها الجواب. هنا البوليس طاح في بالهم واحد الاحتمال، قالوا بما ان الجريمه ما كانش بدافع السرقه، اذا ربما تكون بدافع الورث والصداع ديال الورث والمشاكل ديالو. وهما يسولوا ولادها واش كاينه شي عداوه بينكم وبين عائله المرحوم باكم. قالوا لا نهائيا، ملي مات بانا وعلاقتنا مع عمامنا مزيانه، كيسولوا فينا وكنسولوا فيهم، كيجيو عندنا كنمشيو عندهم، وما عمرنا جبدنا الموضوع ديال الورث. واصلا عمامنا ساكنين بعاد علينا، كل واحد في مدينه بعيده على الاخرى. ومع ذلك البوليس استدعوهم وجاو العمام فعلا، استجوبوهم، طرحوا عليهم عده اسئله. لقاو العمام بانهم بعاد كل البعد عن دائره الاتهام، وكل واحد مدهي مع الاسره ديالو ومع ولادو المشاريع ديالو، واصلا العمام كلهم لاباس عليهم، حتى واحد ما مخصوص. صافي تلقوهم مشاو في حالاتهم. هنايا التقرير ديال الطب الشرعي خرج، واللي كيقول ان السيده تعرضت لثلاثه ديال الطعنات، جوج في الصدر ديالها ووحده في الكرش ديالها، ورغم هادشي بقات حيه حتى تم الذبح ديالها عاد توفات. كذلك كيقول التقرير ان وقت الوفاه كان ما بين 10 و11 ديال الليل. صافي هادشي اللي خرج في التقرير. البوليس حاروا مازال ما لقاو راس الخيط اللي تبعوه. السيدة ما عندها عداوة مع شي حد، الولاد كل واحد في محاله، العمام بعاد عليها كل البعد. شكون غيكون مول الفعلة؟ غتسولوني على البصمات شنو خرج فيها، غنقول لكم ما لقاو حتى شي بصمة غريبة، لقاو فقط البصمات ديال المساعدة. بقات القضية بحال هكذا، لا جديد يذكر. عطاوهم الجثة ديال امهم دفنوها وداروا ليها الجنازة ديالها، وطلقوا ليهم حتى الدار اللي كانوا سادينها لهم. داز على هاد الشيء تقريبا شهر ونص. واحد النهار جا ربيع لعند ختو مروه، قال لها اختي دابا اللي عطا الله عطاه، والمكتوب ما منه هروب، خاصنا نفرقوا هاد الشيء اللي خلى با امي بما يرضي الله، اللي جاتو شي حاجه بالشرع والقانون ياخذها. قالت له اختو ما قلتي عيب اخويا، اللي درتيه الله يصلح. ايوا سمعوني يا سيادي مزيان شنو غيوقع، وكلنا كنعرفوا بان الروح عزيزه عند الله. مشاو الخوت بجوج كيجمعوا في الوراق وكيديروا داكشي اللي كيدار، وبداو كيحصيو في التركه، ها الديور ها الحوانت ها الاراضي، وزيد وزيد وزيد. وديال ناديه مولات الدار، ولقاو بان الام ديالهم فاتحه واحد الكونط في البنك. مشاو لداك البنكه، دخلوا عند المدير ديالها، كان واحد السيد اللي ديجا كيعرف باهم ملي كان حي، وكيعرف حتى الام ديالهم، يعني كيتعاملوا معاه من زمان مع داك البنك. عاودوا ليه كل شيء، ها شنو وقع وها شنو طرا وها شنو وقع لمنا. المهم عزاهم وداك الشيء، وطلبوا منه باش يعرفوا شحال عند الام ديالهم باش يحولوا داك الشيء الاسم ديالهم. فعلا المدير طالع على الاوراق اللي جابوا معاهم، لقى كل شيء هو هذاك، كل شيء قانوني. داز الحساب ديال امهم، كيلقى ان السيده مخرجه غير مؤخرا مبلغ ديال 80 مليون. ولادها تصدموا، كيفاش منا مخرجه 80 مليون وحنا ما فراسنا والو، وشنو دارت به، وفين هي هاد 80 مليون دابا؟ طلبوا من المدير ديال البنك يعرفوا التاريخ ديال السحب، يعني النهار اللي خرجت فيها هاد المبلغ شحال كان في داك التاريخ. قال لهم النهار الفلان فلاني، واللي لقاوه انه كيصادف نفس النهار اللي تقتلت فيه الام ديالهم، يعني النهار اللي خرجت فيه الفلوس هو النهار اللي ماتت فيه. مشاو الاولاد كيجريو لعند البوليس، خبروهم بهاد المستجدات، وهنايا البوليس من بعد ما خبروهم بكل شيء وصلوا لاستنتاج ان هذاك اولا هذيك اللي كان معاها في ديك الليله في الدار هو اللي خدا ديك 80 مليون، وبالعاني خلى ديك جوج ديال المليون والذهب في الماريو باش فقط يديروا تمويه للبوليس. لكن السؤال مطروح هو شكون هذا ولا شكون هي هذه؟ على الفور انتقلت الفرقة الوطنية للبنك اللي كتعامل معاه نادية باش يطلعوا على الكاميرات في داك التاريخ ديال يوم السحب ديال داك المبلغ. فعلا رجعوا الكاميرات لداك التاريخ المحدد،
ولقاو ان السيده فعلا جات مع ديك 3 ديال العشيه للبنكه، حيت ناديه كانت ديجا مديكلاريه للبنك انهم يوجدوا ليها داك المبلغ، فجات في داك النهار اللي حدداتو ليها البنكه. المهم جات وجا معاها واحد السيد اللي كيبان في الكاميرا، هو اللي هز ليها الشنطه ديال الفلوس ودارها ليها في الطوموبيل وركب معاها وزادوا. الشرطه طلبات الشريط من البنكه عطاوه ليهم، احتفظوا به حتى عرضوه على ولادها، يعني على ربيع وعلى مروه، الله عسى يتعرفوا على داك السيد. لكن ملي شافوه ما عرفوهش نهائيا، قالوا لهم ما عمرنا شفناه من قبل. عيطوا المساعده كذلك وراوها الصوره ديال داك السيد، بعد ما زوماو عليها مزيان قالت لهم هذا كنعرفو. عتقي قولي لنا شكون هو؟ قالت لهم هذا واحد النهار كنت راكبه مع لاله ناديه وشويه حبسات بالطوموبيل وهبطات، مشات لعندو وبقاو كيبانوا ليا انهم كيهضروا مع بعضياتهم شي 10 ديال الدقائق هكاك. شويه ها هي لاله ناديه راجعه للطوموبيل ركبات وهي تقول لي شتي هذاك الله يعمرها دار، راه هو اللي مسكين كيعاونني ومهنيني من جميع ديال الكراوات، هو اللي كيدور عليهم كيجمع ليا الكرا وملي كيجمعها كيعطيها ليا، راه خدام عندي. قالوا له علاش هادشي ما قلتيش لينا من النهار الاول؟ قالت لهم ما طاحش في بالي يا سيدي وكنت ناسياه حتى شفت التصويره دابا عاد تفكرت. هنا اللي كنلاحظ انا انه كيكون خطا بسيط كيدي ان القضيه كتاخذ شهور ووقت طويل على ما يتفك اللغز ديالها، لان كون كان في الاول قالت لهم على هذا السيد كانوا غيبحثوا عليه وكانوا غيجيبوه وما كانتش القضيه غتاخذ هاد الشهر ولا شهر ونص ولا شهرين. في البحث كانت ممكن تاخذ نهار يومين وغتقفل القضيه. البوليس بقاو كيبحثوا على هاد السيد هذا، مشاو للديور ديال الناديه اللي كارياهم كيسولوا الكرايه، قالوا لهم فعلا كيجي عندنا واحد السيد هو اللي كنعطيوه الفلوس ديال الكرا في يديه، بعد ما قالت لينا ناديه راه خدام معايا غير عطيوه الفلوس، راه بحال الا عطيتوها ليا انا. قالوا لهم واش عارفين فين كيسكن هاد السيد؟ قالوا لهم سمعنا انه كيسكن في الحي الفلاني في الزنقه الفلانيه. مشاو البوليس داك النعت اللي عطاوهم الكرايه بقاو كيسولوا هنا وهنا حتى لقاوه وشدوه، لقاوه فعلا ساكن مع دارهم، داوه معاهم. بقى هو كيتعنتت وكيسولهم علاش جايبيني هنا، علاش قالوا ليه زعما داير راسك ما عارفش علاش، واش ما فراسكش السيده ناديه اللي خدام معاها تقتلات؟ قال لهم مسكينه الله اكبر، يلا سمعتها دابا منكم، مسكينه بقات فيا. قالوا لي يلا سمعتيها دابا مسكين، السيده خدام عندها وكتجمع ليها الفلوس ديال الكراوات وهذه اكثر من شهرين باش توفات وانت عاد سمعتيها، واش كتضحك علينا ولا شنو؟ قالوا لي واخا السيده ناديه نهار الفلاني مشات للبنكه جبدات شي فلوس، واش ما كنتيش معاها؟ قال لهم لا ابدا. ناضوا هنايا حطوا ليه التسجيل ديال الكاميرا قدام عينيه، قالوا ليه تمنظر لينا مع راسك واش هذا انت ولا لا؟ السيد بقى غير كيدور في عينيه، عصروه ليا مزيان ما خلاو ليه ما يقول، قالوا ليه دابا جينا الحقيقه وبلا ما تبقى تزيد تغرق في راسك، عاوننا باش نعاونوك، راه الادله كلها ضدك. السيد شاف حتى عيا عرق ونشف وهو يعترف ليهم، قال لهم انا سيدي سمسار، كانت كتجي عندي ناديه كتقول لي انا باغا نكري الديور اللي عندي، جيب لي الكرايه يكريو لعندي، وانا فعلا كنت كنجيب ليها الناس كيكريو عندها. وهي سيدي بفعل انها كانت كتجي لعندي كل مره حتى واحد النهار كلفتني انني نجمع ليها الكراوات من عند الكرايه، وفعلا تكلفت كنجمع ليها الكرا، كنعطيها المبلغ كامل وهي كتاخذ منه واحد البركه وكتعطيها لي الله يخلف عليها.
ولكن لاحظت انها كتقرب مني بزاف بحكم انني باقي صغير وشاب. حتى انا ما نكذبش عليك الشاف، طمعت، قلت السيده لاباس عليها، وعرفت بان راجلها ميت. بقيت كنفكر حتى انا نتقرب منها، فعلا بديت ندير راسي كنتقرب منها شويه وهي تولي بيناتنا علاقه. وليت كنمشي عندها للدار وكناخذ راحتي. واحد النهار فاجاتني، قالت لي بغيتك تزوج بيا، ولكن انا سيدي بيني وبينكم ما بغيتش، حيت حسبتها في راسي مزيان، لقيت راسي غنخرج من هاد لافير خاسر، لان لا الديور ولا الاراضي ولا كل شيء كتباه في سميه ولادها، الا الفلوس اللي عندها في البنك اللي هما اللي في سميتها. بقيت كنفكر مزيان فشي خطه انني ناخذ ليها هذوك الفلوس ونتهنى منها. فكرت وانا نمشي عند واحد صاحبي، اتفقت معاه اننا نزوروا شي وراق ديال شي ارض اللي غتكون غير على ورق، يعني ما كاين لا ارض لا والو، ويدير راسو بانه غادي يبيعها ومحتاج الفلوس. مشيت لعندها قلت ليها رانا جبت لك واحد لافير واعره، واحد السيد بغى يبيع ارضه اللي كبيره بزاف على حد الشوف بثمن اللي رمزي، غير حيت هو تحز على الفلوس. قالت لي بشحال هاد الارض؟ قلت ليها طالب فيها 90 مليون، وانا راه بقيت معاه حتى نزلتها ليه ل 80 مليون. عرفتي الا خديتيها وقسمتيها البقع ارضيه ومن بعد بعتيهم غادي تربحي شي 400 مليون. هي في الاول كانت متردده، ولكن انا بقيت كنضغط عليها حتى في الاخير وافقات. وقلت لها ما تقوليهاش لولادك نهائيا، لربما يعكسوا ليك وما يبغيوكش تاخدي هاد الارض ولا شي حاجه، وانا راه غير باش نطمئن على راسي يا سيدي. المهم لقيتها بصاحبي اللي كنت متفق معاه، وراها الوراق اللي كل شيء مزور طبيعه الحال، وهي طاقت. صافي قلت ليها سربي ضربي الحديد ما حدو سخون، لا يمشي شي حد يعطيه اكثر منه ويصدق مطير لينا الارض. داكشي علاش في داك النهار مشات تيرات الفلوس. وهي فاش دات مع سيدي الخدامه مع الوحده قالت لها يلاه نوصلك، حطاتها هي في دارها وكملات هي الطريق، تلاقات بيا، مشينا للبنكه مع ديك الثلاثه، تيرات الفلوس ورجعنا للدار. قلت ليها دابا ملي جينا خاصني نبات معاك، الدنيا والزمان هادي والافات في الدنيا، يمشي يدخل عليك شي واحد ويسرقك ولا يديلك شي حاجه. صافي بقيت بايت مع ديك الليله، هي ناضت دارت العشاء، تعشينا سيدي سالينا، وانا نغفلها طلعت الموس من تحتي وطعنتها به. من بعد ذبحتها ومسحت كاع البصمات ديالي في اي بلاصه، ما خليت ورايا حتى شي دليل وخرجت في حالي. هنا سولوه البوليس والفلوس فين هي دابا؟ قال لهم ملي خديتها ديتها لعند واحد صاحبي، قلت لي خبي لي هاد الامانه عندك وراه غندور معاك. هنا الشرطه من بعد هاد الاعترافات ديالو الكامله مشاو جابوا داك صاحبو اللي اتفق معاه على النصب والتزوير، وكذلك مشاو عند صاحبو الاخر اللي مخبي عنده الفلوس، لقاوها فعلا عنده وجابوه حتى هو. الصاحب ديال التزوير قال لهم انا راه ما كنتش متفق معاه على القتيله، انا حدي زورت معاه الوراق ونصبنا على السيده. اما الصاحب اللي خبى عنده الفلوس قال لهم انا ما درت والو وما عارف والو، انا قال لي خبي عندك هاد الامانه صافي خبيتها. ولكن هنايا السمسار شهد في صاحبه قال لهم انه كان عارف كل شيء، انا قلت ليه راني قتلت السيده وسرقت فلوسها، غنعطيك واحد المبلغ ديال الفلوس وخبي لي عندك هاد البقيه هادي. المهم تقدموا بثلاثه بهم المحاكمه، واللي صدرات في حقهم الاحكام التاليه: القاتل خدا المؤبد، الصاحب مول التزوير خدا عامين بتهمه النصب والتزوير، والصاحب اللي خبى الفلوس خدا 3 سنوات بتهمه التستر على الجريمه. سيادنا قضيتنا سالات، خليو لي رايكم فيها وفي الاحكام الصادره. كذلك نتمنى تخليو لي لايكاتكم وداك الكلام الزويون ديالكم. ربي يحفظكم ليا، كنبغيكم ونموت عليكم. كنعتذر مره اخرى على الصوت ديالي مبحبح المهم ماشي كيف العاده، كنعتذر ضاربني شويه البرد. موعدنا في قضيه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم.